صباح الفل او مساء الفل زي ما بتشوفونا. لو انت غاوي قرايه كمل معانا الحلقه دي، لو مالكش في القرايه قوي ممكن نخليك نجرجرك لسكه القرايه برضه عن طريق الحلقه دي. النهارده هنتكلم على تابلت معمول للقرايه بس، وهو صديقنا الكندل. الكندل عاملاه شركه امازون، بس في اي بوك ريدرز كتيره قوي، وهي بتستعمل تكنولوجيا اللي احنا بنسميها الاي انك او تكنولوجيا الحبر الالكتروني. ودي ميزتها عن اي قارئ تاني سواء تقرا على التليفون او على التابلت، فكره انه الجهاز ده ما فيهوش اضاءه وبالتالي ما بيرهقش عينك خالص في القرايه. طيب ايه تاني يا ايمن؟ ده تابلت ما ينفعش تتفرج عليه على فيديوز ولا يوتيوب ولا تتصفح من عليه على الفيسبوك رغم ان هو بيوصل بالانترنت، بس الفكره انه ما فيش هنا نوتيفيكيشن، ودي حاجه بحبها جدا. ليه؟ لانه انا باجي على الساعه 11 كده افصل كل حاجه يا مولانا واقعد بقى اقرا، لانه الاي انك ده تكنولوجيا قديمه قوي. فهنا انت بتتكلم استهلاك البطاريه، انا بشحن الجهاز ده كل 3 اسابيع. الموديل ده اسمه كندل اويسيس، هو كبير شويه ويمكن شكله عجيب وناس كتير قوي انتقدته عشان مش متساوي زي ما انتم شايفين كده، في جنب اتخن وجنب ارفع، بس انا بحب الجنب ده قوي لانه بيخليني اعمل كده زي ما انتم شايفين كده ماسك الكتاب، او طبعا لو انت اشول ممكن تشقلب الدنيا يعني عادي. وبعدين بقى في ميزه لطيفه قوي، الزرارين دول لطاف اني بقلب منهم بطلع ويبنز. طيب ايه يا عم ايمن بقى الكندل ده؟ قلت له بصراحه ليه بتستعمل كندل، او ده سؤال ناس كتير بتساله، ليه بستعمل كندل؟ لانه ببساطه شديده انا حد غاوي قرايه جدا، وممكن يكون بقرا اكتر من كتاب في وقت واحد. ممكن انا بدرس في الجامعه وبدرب، فممكن اكون بقرا كتاب بجهز لماده او بقرا اكتر من كتاب، وفي الحالات دي بتحرك يعني شنطه فيها لابتوب وتابلت ومعدات وكمان كتب، فيعني الموضوع بقى صعب قوي. فده كان حل، ان انا كنت الاول بحط عليه الكتب الدراسيه وابتدي اشتغل عليها، وبعدين فجاه اكتشفت انه كمان اقدر اشتري الروايات، وخصوصا استغفر الله العظيم الدولار بقى جامد قوي، فالروايه اللي ب $5 بقت ب 150 جنيه يعني. فناهيك بقى انك يعني تنزل بقى حاجات زي مكتبات وتتفرج على الروايات الاجنبي، استغفر الله العظيم يعني. فهنا بنشتريها ارخص. وبعدين هنا الميزه انه البتاع التحفون الصغير ده فيما يكفي حوالي فيه 4000 كتاب، واخدين 6 جيجا بس، في منه بيبدا من 8 جيجا لغايه 32 جيجا. فده انا اتطفست واشتريت ال 32 جيجا، بس عمري ما وليته. ده مضايقني جدا لان انا لازم اخلص الهارد ديسك، مش عارف اخلص الهارد ديسك. وزي ما انتم شايفين هنا كل مكتبتك بتبقى معاك، وكمان لو انت مثلا الروايه اللي بتقراها في مثلا معنى كلمه او حاجه، فهنا في ديكشنري دايما بيقول لك على المعاني، وكمان يقدر يخليك تترجم. فالكلام ده كله لطيف جدا لاي حد بيقرا، وزنه خفيف جدا، بيتشحن قليل، مش بيتعب العين، واي قارئ آلي زي الكندل. ولو تواصلتوا معايا هعلمكم ازاي ما تشتروش من امازون، لان في سر كبير قوي، في تقريبا 40,000 كتاب مجاني على الانترنت وحلال مش مسروقين، ده غير المسروق طبعا. اشوفكم المره الجايه على خير، سلام.